السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أختكم جوري معاكم. ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وزر الإعجاب. اليوم حبيت نحكي لكم حاجة كأنها خرافة، هي تونسية قديمة، ما نعرفش اسكو خرافة أو حقيقة، الله أعلم، بس حبيت نشارككم معايا القصة هذه أتوقع جات في جنوب تونس. فما واحدة يعني بنية اسمها محظية هذه عايشة مع عائلتها، أمورها أوكي، تعاون في دارهم، تنظف وتسيق وتطيب كل شيء عليها يعني في الدار. فتهشي العمر شوية، قولوا احنا وليت كأنها بشي تتلقن هيكا عانس، هيكا ما عرستش، هيكا بايرة، ما عندش راجل ودرا شنو، ما جاهش مكتوبها. جاء مكتوبها نهارة عرس محظية، اتقامت 7 أيام و7 ليالي، الحنة والحرقوس والبخور والناس ماشية جاية وعشاوات وذبايح وشتيح ورديح. نهارة عرس محظية يعني الليلة الأخرانية اللي باش تروح هي مع رجلها للدار، جهزوا المنصة متاع العرس وكل شيء جاهز والحلو جاهز، كل شيء مريكل. حطوا محظية فوق الجمل، هذه من عادات وتراث بعض المناطق في تونس، يعني حطوا محظية فوق الجمل، وبدأت محظية يمشي بها الجمل وتطيح محظية. طبعا هي لابسة لبسة العروسة ومكيجة وكل شيء، وتطيح محظية من الجمل. أسعفوها، عملوا لها دقات القلب والدم باقي ينزف منها، ينزف، ماتت محظية. بعد ما ماتت محظية بفترة دفنوها وكل شيء. المنطقة اللي تعيش فيها محظية هي منطقة فيها زيتون، يعني يقولوا احنا في الريف، مكثريتها زيتون ومكثريتها نخيل ومكثريتها يعني الريف هكا تلقى دار في وسط مكان بعيد، يعني ديار بعاد على بعضهم، منطقة صغيرة نقولوا احنا قرية. توفيت محظية في مكان وهو جاي بيها الجمل، طاحت من الجمل فك المكان ذاك المعين، اتدفنت محظية وكل شيء. الفترة اللي ماتت فيها نقولوا احنا بعد 3-4 شهور، البقعة اللي ماتت فيها محظية أي واحد يتعدى من غادي تطلع له محظية من الشجرة، من تحت الشجرة يعني اللي مات وين تحت هي بالجمل، تطلع له تخنقه تقتله، وبعدين تعيط الكلاب، تأمر الكلاب باش يتلموا عليه وياكلوه. وصارت مرة 2-3، يعني أهل القرية اللي غادي علاش بالذات في المكان هذاك تصير الحكاية، علاش في البقعة هذيك بالذات يعني تحت الشجرة هذيك. فما برشا ناس قالوا في الليل تعدينا سلموا منها، يعني يشوفوا في واحدة لابسة لبسة عروسة ومكيجة، أما وجهها شوية يعني شبه المحظية، يعني هي روحها قاعدة تغادي في الشجرة هذيك معلقة. فما ناس شافوا منعوا منها ما ماتوش، وفما ناس ماتوا. وقاعدة القرية لحد الآن المكان ذاك ما يتعديش منه يعني برشا ناس، يعني معروفة البقعة ذيك انه يتجنبوا يتعدوا بحذاها على خاطر صايرة فيها موضوع محظية. والله أعلم هل الحكاية صحيحة أو غلطة. طبعا فما ناس في تونس تعرف الحكايات هذه، فكان صحيحة اكتبونا في الكومنتات، وكان خرافة اكتبونا بعد في الكومنتات، وما تنسوش زر الإعجاب والاشتراك في القناة. ومرحبا بكم.